السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بوصفة جديدة من وصفات مطبخ أم يارا. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا. هي وصفة الطحينة البيتي. الطحينة البيتي يا جماعة اللي احنا بنشتريها الكيلو بالشيء الفلاني. أنا بشتري الصراحة، كنت بشتري ربع كيلو ب45 جنيه عندنا هنا في أسوان. غالية شوية طبعا. فأنا حبيت إن أنا أجربها وأعملها في البيت. هي طريقة مجرباها جميلة جدا الصراحة، ودي تالت مرة أعملها أنا في بيتي. طريقة سهلة وجميلة جدا. ونشوف مع بعض المقادير، بس أهم حاجة الاشتراك واللايك والصلاة على النبي في التعليقات. نبتدي مع بعضينا. معانا كوباية سمسم محمص، كوباية سمسم أبيض، ومعانا كوبايتين زيت، كوبايتين دقيق، وكوباية كبيرة من الفول اللي هو الفول الحلواني، الفول السوداني العادي المقشر، أي نوع فول. تمام، احنا كده هنشوف الوصفة مع بعضينا. يا ريت تدعموني باللايك وكمان الاشتراك. نبتدي مع بعض. انا حطيت السمسم المحمص الاول، وبعديها حطيت السمسم الابيض وقلبت مع بعض. انا قلبتها بس يعني ايه، ما تسخنش معايا. انا قلبتها بحيث ان هي تكون دافيه. عايزاها لما امسكها بايديا كده الاقيها لسه يعني دافيه فيها، بنطلع بس الرطوبه منيها. يعني طلعي لي الرطوبه من السمسم. بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بعدين حطيت الفول معاها. انا كان ممكن احط الفول الاول مع السمسم الابيض والسمسم المحمص، بس انا حبيت ان انا احط الفول متاخر يعني شويه، عشان ريحه الفول تطلع كمان معاهم. وبرضو مش عايزاها تسخن خالص، عايزاها تبقى ايه، درجه حراره بسيطه جدا، يعني اعرف امسكها، يعني اعرف امسك السمسم كده بيدي. بعد ما سخنتهم شويه على بسيط، يعني انا جبت طوه تانية او طاسة تانية وحطيت فيها الكوبايتين من الدقيق. وبرضو قعدت اقلب فيها لغاية ما شميت ريحة الدقيق كده. مش اني احمرها ولا حاجة، اعملها بشاميل ولا حاجة، لا. انا حبيت بس ان انا ايه، اطلع برضو الرطوبة اللي فيها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. نقلبها يا جماعة بس كويس. يعني شايفة انا حطيت يدي لقيتها عادية، مفيهاش اي حاجة يعني. اشم بس ريحة الدقيق، ارفعه من على النار. بعد ما حمصناهم كويس يعني وسخناهم شوية على النار. هي أهم حاجة في الطحينة درجة الحرارة بتاعتها. أنا حطيت المكونات كلها على بعضيها، يعني حطيت الدقيق على السمسم على الفول، وقلبتهم كويس خالص طبعا مع بعضيهم. بعد ما سخنتها كل واحدة لوحديها بالطريقة اللي انت شايفاها دي. يا ريت يا جماعة يعني تدعموني باللايك. اللايكات عندي ضعيفة جدا، يا ريت تدعموني باللايك. انا جبت كبة مطحنة، مش كبة، جبت مطحنة عندي. انا عندي كبة وعندي مطحنة يعني الحمد لله. فانا حبيت احط الاول في المطحن، عشان المطحن بتطحن ناعم جدا. انا طحنتها لدرجة ان هي خلاص كانت هتطلع الزيت اللي فيها. انا كان ممكن اسيبها كمان شوية، بس لا، انا حبيت اسيبها بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. انا طحنت كل الكمية اللي عندي، طحنتها زي ما انتوا شايفين كده. هي بس عايزة شوية صبر يا جماعة، يعني اطحنوها كتير. هي زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما طحنت كل الكمية اللي عندي بالطريقة دي، انا جبت الكبة بتاعتي. يا جماعة في ناس كتير سألوني على الكبة على الفيس، على صفحة الفيس وكده. الكبة بتاعتي هي هامر. اسمها ايه؟ هامر، ايوه. الكبة بتاعتي الصراحة جميلة جدا والله، يعني انا شفت انواع كبة كتير، بس لا، دي عجبتني شوية. حلوة. انا مش بعمل اعلان عنها ولا حاجة، بس لا. انا في الاول حطيت كوباية واحدة بس من الزيت وضربتها. ليه بقى ضربتها؟ عشان الزيت ما يفصلش عن الطحينة بالطريقة اللي انتوا شايفينها، يعني هتشوفوا في اخر الفيديو ان الزيت ما بيفصلش عن الطحينة. حطيت كوباية واحدة ضربتها كويس جدا في الكبة، وحطيت الكمية نص الكمية من الخلطة اللي انا عملتها، اللي هي السمسم والطحينة، السمسم والفول.
والدقيق. انا بوريكم ان هو لسه يعني ما اتضربش كويس، دي نص الكمية بس، نص الكمية زي ما انتوا شايفين كده. هتلاقي ان القوام بتاعها تقيل جدا. يعني بصي معايا القوام بتاعها لسه تقيل. لا احنا محتاجين ان احنا نضربه طبعا كتير، وانا مرضيش ان انا اضربه في الخلاط مش هيسيع الكمية بتاعه الطحينة عندي، فانا حبيت ان انا اضربها في الكبة طبعا هي ما شاء الله واسعة وكويسة. انا حطيت باقي الكمية وحطيت الكوباية التانية من الزيت وضربت كويس خالص لغاية ما بقت معايا زي ما انتوا هتشوفوا. ارجو الصلاة على النبي يا جماعة في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ياريت تنشروا الفيديو، يعني تنشروه لأكبر عدد ممكن من الناس. انا ضربت كتير خالص الصراحة، حتى انا مسرعة في الفيديو قعدت اضرب كتير فيها، بس عشان انا عايزة اخليها حلوة وناعمة. تمام. انا عندي برطمانة، دي برطمانة كانت برطمانة عسل عندي، وطبعا فضيتها وغسلتها كويس خالص وحطيت فيها طحينة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ حلو جدا الصراحة. وكمان طلعت لي كمية ممتازة. كان في كمية كمان في الكبة، وانا عملت حوالي يعني دي برطمانة ونص كمان، يعني في نص برطمانة لسه ما صبتهاش. كان الوقت معايا ضيق جدا للأسف، فانا صبيت حباية في الطبق كده زي ما انتم شايفين، كان لسه فاضل تاني. الكمية ممتازة حلوة جدا، ويكفيكي في البيت وتحطيها على عسل بقى، تعملي بقى سلطة طحينة. لا هي صراحة طلعت حلوة قوي معايا، وانا مجرباها يمكن دي المرة الثالثة او الرابعة اللي اعملها. بس يا ريت متنسوش الاشتراك في القناة لو الفيديو عجبكم، ولايك وشير، وتنشروا الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس، وتتابعوني ان شاء الله بإذن الله. وبالهنا والشفا. السلام عليكم. مطبخ أمي يا رب.